مصر العميد احمد حسن. مساء الخير يا عميد. عبد الرحمن مساء الخير، ازيك كده اخبار؟ منور يا كابتن احمد. وطبعا انت كده انضميت للمنتخب خلاص النهارده مش كده؟ ربنا يكرمك. لا انا ان شاء الله باذن الله طبعا في الاول تحياتي لك يا كابتن اسامه دي. اكيد. اهلا يا ابو حميد. ازيك يا كابتن اسامه، الله يخليك. وان شاء الله يعني لا هنضم يوم الاحد ان شاء الله باذن الله، طبعا مع عوده لعيب النادي الاهلي وعبد الواحد السيد ان شاء الله. كلنا هنسافر يوم الاحد. يعني يمكن هم الناس عرفوا ان يمكن الفتره اللي فاتت طبعا ارهاق بالنسبه لنا وكده، وكنا محتاجين ان احنا على الاقل ناخد لنا يوم، لان يمكن اسامه طبعا معاك موجود. طبعا احنا كانت فيها مشقه كبيره قوي ما بين عمره وما بين سفر وما بين ماتش، حتى الواحد يعني كنا راجعين مجهدين، محتاجين على الاقل ناخد لنا يوم او اثنين بس نفوق فيه تاني. يعني طبعا ده مهم. يتسافروا ان شاء الله يوم الاحد مع مجموعه النادي الاهلي اللي هي راجعه من مباراه اسبانيول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يعني كابتن احمد الفتره اللي جايه انتوا طبعا يعني انهيتوا الموسم بشكل جيد، لكن عندكم بقى مرحله يعني طبعا دوري مجموعات هيبقى قوي جدا في وجود النادي الاهلي. وكنا لسه بنتكلم مع كابتن اسامه في الامور دي، لكن بيقول البطل يعني لازم يتحمل بقى كل الفرق يعني. طبعا زي ما قال طبعا اسامه ان فعلا هو الفكره كلها ان احنا برضه المساله مش مساله اهلي وزمالك بس، لا المساله مساله ان في كمان مازيمبي ده هو يعتبر من الفرق اللي يعني احنا ما نغفلهاش، لان وتشيلسي ده كمان المفروض ان هو عامل نتائج قويه جدا، يعني نتائج تقلق اي حد. فهي المجموعه كلها بصراحه مجموعه قويه جدا جدا جدا. وزي ما قال طبعا كابتن اسامه ان فعلا اللي عايز يوصل لازم يجمع نقاط ولازم يركز عشان يوصل لقبل النهائي والنهائي. وعلى فكره الناس يعني ممكن برضه تقول ان احنا المجموعه وان احنا وقعنا مع النادي الاهلي والكلام ده وكده، ما هو كده حتى لو انت ما تقابلتش دلوقتي اكيد في الادوار قبل النهائي والنهائي لازم تقابل حد من الفرق دي كلها. لو حتى لو ما كانش جه معاك، انا بقول ان الثمان فرق اللي وصلوا كلهم فرق كويسه، حتى المجموعه الثانيه برضه فرق كويسه كلها، وفرق كلها فرق قويه. فانا شايف ان اللي عايز يوصل لازم يقابل اي حد ولازم يتخطى اي حد. اشكرك يا كابتن احمد. انا كان نفسي اكمل معاك لكن عندنا فاصل اضطراري دلوقتي عشان عندنا اذان العشاء فمعلش. لكن ككابتن يعني شخصيه قياديه طبعا في منتخب مصر بتراها ازاي يا كابتن احمد؟ بص يا كابتن يعني طبعا هو في الاول وفي الاخر طبعا ده قرار طبعا للجهاز الفني والكابتن حسن شحاته والاداره، هم طبعا يشوفوا ما هو مناسب ليهم، هم طبعا اللي هيحددوا. انما انت بتكلمني زي ما انت قلت ان علاقتي بشيكابالا وجميع اللاعبين الحمد لله علاقه طيبه. بالظبط. طبعا شيكابالا طبعا اخطاء وما نقدرش ان احنا ندافع عن خطا. ويجب حتى انا لما اتكلمت طبعا مع شيكابالا واحنا ماشيين مع بعض قلت له انت بقيت لعيب كبير دلوقتي وبقيت لعيب مسؤول، فلازم طبعا انك انت تبقى واخد بالك من تصرفاتك وكده. انما طبعا شيكابالا طبعا اكيد طبعا كلنا لاعب موهوب ولاعب عنده امكانيات كبيره والكلام ده وكده، ولكن اللي يخليه كل ده اللي يكمل كل ده هي الناحيه طبعا الناحيه الثانيه بقى ناحيه اللي هي السلوك. فنتمنى ان شاء الله باذن الله. بيقولوا ان انتوا مجموعه من اللاعبين الكبار حاولتوا تقربوا وجهات النظر مع مجلس الاداره او كلام لا هو اصل انا عايز اقول لك على حاجه، واحنا ما كانش في اي وقت خالص ان احنا الكلام ده طبعا ما كانش في وقت ان احنا لعبنا الماتش وثاني يوم معاك كابتن اسامه طبعا يقول لك ان احنا ثاني يوم كنا خلاص يعني احنا يا دوب رجعنا نمنا في بيوتنا وطلعنا على المطار ورجعنا من المطار لسه جايين. فما في ما كل الكلام طبعا كلام ما حصلش منه اي حاجه وكده. وزي ما بقول لك هو في الاول وفي الاخر شيكابالا ده اخونا الصغير ونتمنى طبعا ان الامور تعدي على خير. انما احنا يعني كلاعيبه بتبقى صعب شويه انك انت تقدر تدخل في انك انت قرارات طبعا تتدخل في حاجه زي كده مش شأن اللاعبين برضه. اخيرا كابتن احمد متفائل بمرحله المنتخب اللي جايه، ظروف طبعا يعني في منتهى القسوه على المنتخب، لكن انا عايز اسيبك طبعا مع حضرتك كابتن اسامه لان مش عايز طبعا يعني ادخل في الموضوع ده. الموضوع ده اصلا انا عايز اقول لك ان المنتخب ده يعني فعلا بلا اب وبلا ام وبلا ظهر، يعني الحاجه الوحيده اللي ما فيش اي حد بيدافع عنه في اي حاجه، والحاجه الوحيده اللي دايما زي ما بيقولوا ان هو يعني منتخب مش عارف يلعب ماتشات في ملعبه، ومنتخب مش عارف يعمل معسكر، ومنتخب مفيش حد يعني سبورت دي خالص. فالنهارده انت كمان بتطالب انك انت عايز توصل كاس عالم وعايز توصل افريقيا وعايز توصل وانت مش عايز حتى تلعب ماتش هنا ودي لمنتخب بلدك اللي هو يعني المفروض اسم منتخب مصر هو لكل المصريين، لا نادي ولا يعني فكان الله في العون يعني كان الله في العون. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان في المرحله الصعبه دي ان تيجي حاجه كويسه تفرح الناس كلها في الوقت في الظروف الصعبه اللي احنا فيها. انما زي ما انت شايف
منتخب النهارده عمال كل شويه طالعين المغرب، طالعين السودان، طالعين ليبيا، طالعين مش عارف ايه، وكاني يعني احنا مش منتخب مصر، كان منتخب بندور، حتى مش عارفين كمان نعمل ماتشات. بس كان الله في العون يعني الجهاز الفني واحنا كمجموعه لعيبه وكده، واتمنى ان شاء الله ان الامور يعني تمشي بشكل كويس ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد، كل التوفيق ان شاء الله مع المنتخب ومع نادي الزمالك اكيد يعني. عايز ارجع لك برضه يا كابتن اسامه، قصه المجموعه مش عايز اهملها، رحيل مانويل جوزيه اكيد كان لكم يعني تعليق. انا لسه عارف الموضوع وانا داخل في طب ما عرفته ابتسمت ولا كشرت ولا يعني دي قرارات مجلس اداره ورغبه الراجل كمان. يمكن هو لا انا بتكلم مع فنان يعني. انتوا دلوقتي نادي الزمالك وده نادي معاكم في المجموعه. لا النادي الاهلي يبقى بص النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي على طول يعني. مانويل جوزيه اضاف للنادي الاهلي كتير، والنادي الاهلي اضاف لمانويل جوزيه كتير. مدرب على مستوى عالي ومدير فني انجز كتير مع النادي الاهلي، حقق بطولات كتيره. الاثنين كان كميتهم مع بعض راكبه الفتره اللي فاتت بشكل كويس. الناس تشوف ما بين مؤيد معارض ان هو يمشي يرحل، ما اضافش كتير الفتره اللي فاتت، كان محتاج الحكايه دي. حاجات يعلمها مانويل جوزيه واداره النادي الاهلي اللي هم خدوا القرار، او هو اللي خد القرار. لكن بالنسبه لنا احنا يبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي مع مانويل جوزيه او مع غير مانويل جوزيه، برضه هو النادي الاهلي بالنسبه لنا الاسم الكبير اللي لازم تحترمه في كل توقيتاته يعني. حسام غالي لما اتقال انه ممكن يرحل على النادي الاهلي، تمنيت انه يبقى موجود في الزمالك؟ والله ما شغلش بالنا الفكره، لان احنا كنا بصدد ان احنا بنلعب مباراه مع المغرب الفاسي هناك، وبعدين رجعنا على المباراه يعني تركيزنا ما راحش خالص في الموضوع ده. لكن حسام غالي لعيب من اللعيبه المميزين جدا، ولعيب من اللعيبه يعني اكيد تتمنوه في الفرقه لانه لعيب طبعا يعني. بص اي لعيب موهبه داخل مصر ومميز سلوكيا ومتاح بس قبل متاح مميز سلوكيا. انت فاهمني ازاي؟ تتمنى ان انت تشوفه، لكن في ظل الاحداث اللي انت بتسمعها لا، انت يعني الفتره دي محتاج اللعيب. خد بالك ان اللعيبه في مصر كلها في نجوم في مصر كتير، لكن معظم لعيبه مصر كلها يمكن تكون قريبه من بعضيها، شبه بعضيها يعني. الاختلاف ما بينهم تلاقي 5% 3% يعني. كل لعيبه مصر باستثناء 3 4 5 6 10 بالكتير. يعني الناحيه السلوكيه ممكن تبقى يعني تخليك. انا عايز اقول لك على حاجه، انا اديني لعيب سلوكيا 100% وفنيا 20%، هيديني احسن من لعيب فنيا 100% وسلوكيا 20%. دي معادله يعني كرويه. النهارده السلوك والانضباط والالتزام والاحترام والعطاء بالنسبه لي اميز كتير من الناحيه الفنيه. خد بالك ان العالم كله بقى يعني التكتيك اللي احنا بنتكلم عليها زي اللي هو ايه الخططي، ما بقاش نادرا قوي لما بتلاقي في الخططي المهاره الفذه يعني. باستثناء برشلونه ده موضوع تاني. لا انت عايز لعيب ينفذ يعني يمكن اللي ينفذ وهو 10 لعيبه وقدر يوصل للدور النهائي تشيلسي. هات لي مين حريف مين حريف لكن هو تكتيكيا نفذ، وقف صح، سلم صح، طلع على هجمتين مرتدتين جاب جولين، شكرا، وصل للدور النهائي. يعني المعادله اللي انت قلتها دي اللي خلتكم ما يشغلكوش قوي موضوع حسام غالي ده. لا انا زي ما قلت لك النهارده سلوكيات اللعيب والتزامه وعطائه ونجوميته يعني نجوميه اللعيب يا عبد الرحمن بتيجي من سلوكه وعطائه والتزامه. انت فاهمني ازاي؟ لكن نجوميه اللعيب ما بتجيش من مهارته. ياما لعيبه امثله كتيره قوي دفنت بمهارتها مهاره فوق الوصف، ولكن ظروفهم ما سمحت لهمش ان هم يستمروا يعني. عبد الواحد السيد في ظل الكلام على موضوع الشناوي وعدم تجديده برضه، ودي علامه استفهام عملاقه عند لا عبد الواحد السيد اسم كبير جدا وكابتن نادي الزمالك وموجود مع نادي الزمالك. هي الفتره بس اللي ما سمحتش بالحديث مع عبد الواحد السيد. انت عارف ارتباطاتنا احنا وارتباطات المنتخب ومروح عبد الواحد السيد، لكن عبد الواحد باقي في نادي الزمالك عشان بس الناس اللي هتجتهد اليومين الجايين في الكلام دوت. لا عبد الواحد باقي في نادي الزمالك، وعبد الواحد كابتن نادي الزمالك واضافه مستمره مع نادي الزمالك ان شاء الله. الكلام ده حلو يا كابتن، لكن بقى لنا كتير قوي بنتكلم في موضوع التجديد ده. يعني انت مش متفق معايا في القصه دي؟ اكيد فضيته يومين يعني. كان ممكن لو الموضوع فعلا سهل ومتفقين على كل حاجه لو منتهي. الموضوع منتهي مع عبد الواحد من الناحيه الفنيه يعني. احنا راينا الفني منتهي. هي بس يبقى اللي هي الحته الاتفاقيه، الحته الماديه اللي اتفق عليها، ودي حاجه مش هتعوق مسيره عبد الواحد او مش هتعوق امضاء عبد الواحد. وطبيعي يعني ان هو عبد الواحد النهارده ادى نادي الزمالك كتير. حته ان هو يتكلم مع مجلس اداره ولجنه تعاقدات والكلام ده، دي موضوع متروكه يعني، محتاجه وقتها عشان يقعد عبد الواحد. بس انت عارف زي ما قلت لك خدوا الراحه
يعني بعد ما يرجع ان شاء الله بالسلامه. طب ما هيروح المنتخب دلوقتي. ما هي دي الفكره، يعني ما فيش الوقت. احنا بنتكلم على شهر ونص المنتخب ده. شهر ونص مستمر، شهر ونص. لا اكيد في فتره من الفترات اللي موجود فيها عبد الواحد هيتم الحديث معاه بشان الموضوع ده. عبد الواحد يعني مش محتاج ضجه عشان يجدد، مش محتاج يعني هو لا يحتاج الضجه لانه نجم كبير يعني، لكن مش محتاج اللي هو ايه الناس تجتهد وليه وما ليهش. لا، عبد الواحد باقي في نادي الزمالك لان هو حابب يضيف لرصيد بطولات عبد الواحد من خلال نادي الزمالك. فبالتالي دي حاجه تحترم جميله جدا. كنت بتكلم معاه بيقول لي فاضل لي بطوله من ضمن ده حديث خاص يعني، بيقول لي فاضل لي بطوله واضرب الرقم القياسي الاعلى واحد خد بطولات في نادي الزمالك. هو خد 18 ولو عدت 19 فقلت له ان شاء الله تكون السنه دي باذن الله هو الرقم. الراجل بيكلمك في حديث زي كده يبقى هو موجود ولا مش موجود؟ الشناوي ومؤمن زكريا وحسام حسن على الرادار. في محادثات معاهم بتتم وان شاء الله نتمنى يعني يكونوا اضافه كويسه ان شاء الله لنادي الزمالك يعني الفتره الجايه ان شاء الله. تمام. النهارده كان في اجتماع مفترض بعد صلاه الجمعه مع اللعيبه بنتكلموا فيه على المستقبل، وسمعت ان لعيبه كتير قوي يعني مش عايز اقول تجاهلت. انت عارف مش تجاهلت الموضوع، في لعيبه اعتذرت نظرا لسفرهم. انت عارف يمكن عندنا المعظم اللعيبه اجازه بقى وبتاع. انت عارف احنا كنا في معسكر للماتش المغرب الفاسي وبعدين سافرنا على السعوديه، يعني كلها كانت معسكرات وكلها كانت غياب. في مجموعه لعيبه انت عارف كل اللعيبه اللي هي من الاقاليم والمسافرين وكده، فمعظم اللعيبه اعتذر تليفونيا وجت مجموعه. انا بكلمك في الحديث ده كله في 14 لعيب او مش 14 لعيب كمان. كنا على علم ان عبد الواحد واحمد حسن في المنتخبات وصلاح سليمان، فبالتالي بكلمك في 11 لعيب. ففي يمكن 6 اعتذروا تليفونيا لان اللي سافر مفيش حد ما جاش كده وخلاص. واحد او اثنين. دي لا في ناس ما اعتذرتش، فبالتالي تم عليهم برضو زي ما احنا قلنا اللائحه مش هنطلع نقول ان احنا طبقنا. مش عايز تقولوا مين طبعا. الاثنين مش فاكرهم يعني مش فاكرهم يعني في ظل ان ده اعتذر وده استاذن فمش عارف مين. ما لخبطكش يعني، مش عايز الخبط الدنيا يعني. تفهمني ازاي كده؟ تمام. خليني قبل ما اختم مع حضرتك برضو اروح ثاني للفيسبوك. محمد سعيد بيتكلم عن شيكابالا بيقول لازم يمشي. محمد خالد بيرحب بكابتن اسامه بيقول لك هو اهلاوي لكن يعني بيحب فيك اخلاقك المتميزه جدا مع رحيل مانويل جوزيه وتقديره ليه كمدرب، لكن لازم ندي فرصه للمدرب الوطني. اما شيكابالا فانا زعلان مش عشانه لكن عشان الكابتن حسن شحاته. محمد سعيد بيقول المبادئ اهم من اي حاجه عشان نبني فريق صح. عاصم علاء تذكروا من بكى في مباراه الاتحاد والزمالك مهزوم. احمد مهنا كابتن شيكابالا وميدو ما لهمش مكان في الزمالك. اخيرا عايز توجه كلمه يعني لجمهور نادي الزمالك تقول لهم ايه؟ لا انا طبعا بوجه كلمه لجمهور نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله دايما مؤازرتهم لينا الفتره اللي جايه، وهم دايما ما بيبخلوش علينا باي حاجه بمؤازرتنا. ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونحرز بطوله ان شاء الله تسعدهم اللي هم بيتمنوها. ان شاء الله تكون البطوله الافريقيه اللي جايه باذن الله اقرب حاجه دلوقتي ملموسه. ان شاء الله نتمنى ان احنا نحققها وتكون اهداء لجماهيرنا باذن الله. اشكرك كابتن اسامه، نورتنا واشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك، ميرسي ليك. ده كان حوارنا مع الكابتن اسامه نبيه مدرب نادي الزمالك. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل ناخد الرياضي الاستاذ اسامه ابو زيد في ضيافتنا وحديث عن كل قضايا الرياضه بعد الفاصل.